فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عن ثريتي باجتراء. لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. يبدو أن علينا الانتظار حتى نهاية القرن الجاري حتى نرزق بشخص في علمه وفصاحته وإضافته إلى الدعوة الإسلامية، ذلك أن الحديث الشريف يقول: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها. هذا هو الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاء بجسده قبل 13 سنة. ربما لم نشعر بمرور كل هذا الوقت الطويل لأن علمه لا زال بداخلنا، وخواطره باقية في أذهاننا، ومواقفه مستمرة في حياتنا. فعندما نسمعه الآن وهو يتحدث عن الثائر الحق نشعر أنه يخاطبنا من ميدان التحرير. وعندما نستعيد كلمته أمام الرئيس السابق حسني مبارك بعد نجاته من محاولة الاغتيال الشهيرة في إثيوبيا نتعلم كيف تكون كلمة الحق أمام السلطان الجائر. إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل. رحم الله الإمام الراحل الذي لم ينقطع عمله، لأنه ترك وراءه 3: علما ينتفع به، وأورثنا صدقات كثيرة ما زالت جارية، لعل أهمها مؤلفاته العظيمة، وأيضا لأنه ترك الولد الصالح الذي يدعو له.